بشهاده ان انت لو فعلت هذا يعني اخذت بحقه صرت في منزله افضل من الصحابه. ده صعب قوي. ليه صعب قوي؟ لان انا احدثك عن شيء انت لم تراه، لانه النبي قال ايه؟ اجر 50 شهيد منكم الصحابه. مجرد قراءه اعمال الصالحين مفيده؟ احنا بنقول مفيده. فقال يعني ليس كثير لا صيام ولا صلاه ولكن ايه؟ احب الله ورسوله. دول كانهم ايه؟ اكنهم شافوا النبي، فاكنهم النبي. في تعارض ما بين الحاجتين. الصحابه اللي هم اعلى ناس في الامه باجماع الامه مروياتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم غايه في القله. يعني ابو بكر الصديق صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهليه، يعني يعرفوا قبل ما ينزل عليه الوحي. فالمفروض يعني كتاب ابو بكر ده يبقى ايه؟ واصل لنا حاجه كده ايه؟ 400 مجلد مثلا احاديث. سيدنا ابو بكر الصديق لا يصح، لا يتفق الصحيحين الا على 6 احاديث مثلا. ليه مخرج له كل الاحاديث اللي قالها ممكن توصل 22 25 حديث. ابو بكر مسند ابو بكر كله. طب ما هو كان قاعد مع النبي ما بيسالوش اي حاجه؟ طب ده هو لو قال لنا بس الاخبار اليوميه تطلع هم فين علم ابو بكر في عمله؟ يعني ابو بكر هو ابو بكر عمله. عمر بن الخطاب برضه مروياته قليله. هو عمر كفايه. عمر فعله هو خلاص. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم في كتير جدا، ودي من خصائص النبوه، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان من رآه احيانا يدخل في الاسلام لمرآه عمله. ليه؟ هو طب مش هيستنى النذير؟ وقد جاءهم النذير. جمهور المفسرين على ان النذير هو ليس محمد صلى الله عليه وسلم، لانهم كل الناس لم يرى محمد صلى الله عليه وسلم، فيبقى كده احنا ما وصلناش النذير لان احنا لم نرى النبي صلى الله عليه وسلم. امال فين النذير يا مولانا؟ هو القران. فكل من بلغه القران فقد جاءه النذير. طيب انا دلوقتي لو واحد اللي شاف النبي صلى الله عليه وسلم لسه النبي ما اتكلمش، فين النذير بقى؟ فكان خلقه فهو النبي نفسه متمثل. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم فعله بس كافي، لدرجه ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش مهتم هو والصحابه انه يجمعوا على المصحف مجموع، كان مدون بس مش مجموع. ليه؟ لانه النبي والصحابه اللي يمشي معاهم وكانه راى التنزيل. طب اللي شاف النبي بس كانه راى التنزيل، اللي شاف جمهور الصحابه مجتمعين وكانه راى التنزيل. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يغزو فئام من امتي فيسالون هل فيكم من صحب رسول الله فيقولون نعم فيفتح له. دول كانهم ايه؟ اكنهم شافوا النبي، فاكنهم النبي. الامه كلها على بعض اكنها النبي. ثم يغزو فئام من امتي يعني طائفه من الامه فيسالون هل فيكم من راى او من صحب رسول الله فيقولون نعم فيفتح له. ثم تغزو فئام من امتي فيسالون هل فيكم من راى او من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم. ثم خلاص كده تنقلب بعد كده الفتح الغزو ملك، لانه مش ده النبي اللي بيفتح. يعني الصحابي اللي كان بيفتح ده وكأنك لو رأيته وكأنك رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. التابعي ده وكأنك رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. التابعي وكأنك رأيت. ثم تختل الأمة. ليه؟ اللي هو فكرة المعجم، الشعر، مفيش حد فصيح اقدر اتكلم. السلوك، انا مضطر بيه تكتب تعريف الاخلاص والتقوى والانابه والتوبه والرجاء ليه؟ لانه مفيش واحد اقدر اشار عليه. كان الامام احمد رضي الله عنه، كان الامهات ايام الامام احمد كان يجتمع في مجلس الامام احمد الاف المحابر، يعني طلبه جايه تكتب، نصهم معهمش محابر، اطفال صبيان من 10 سنين وانت طالع قاعدين متربعين وساكتين، امهاتهم بعدهم الصبح تقول له ايه؟ اذهب الى احمد فتعلم سمته وهديه ودله. بس انت تشوفه بيقعد ازاي، بيتكلم ازاي وبتاع، لانه وكأنه احمد ده شاف مين؟ شاف من رأى. عشان كده كانوا اهل الحديث يقولوا ايه؟ يقولوا طبعا انت لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول ايه؟ فكان عبد الله بن مسعود اشبه الناس بهدي وسمت النبي صلى الله عليه وسلم، في هديه وسمته ودله. يعني لو رايت عبد الله بن مسعود وكانك رايت النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ابراهيم النخعي اشبه الناس بعبد الله بن مسعود، فلو رايت ابراهيم فكانك وهكذا. عشان كده بعد كده تنقطع. ما تقدرش دلوقتي تقول لحد روح شوفوا في قعدته واكله وسلوكه مع الناس وكلامه وكذا كما مش هتلاقيها دي. عشان كده كانوا الناس يقول لك النساء يروح للصبي ده هيكتب الحديث، لا مش كل الناس تقدر على طلب العلم. امال يروح يتعلم ايه؟ اللي هو المفروض اللي لا يسع جهله، اللي هو ايه؟ الاخلاق، اللي هو الايمان، اللي هو السلوك والهدي والدل والسمت. فهو ده بقى ده الضابط العام. لما ده كله بيتشال بيستبدل بايه؟ بكتب. عشان كده احنا عندنا ايه يا مولانا؟ عشان كده عندنا كتب كتير جدا. ليه؟ لان احنا ما عندناش حاجه خالص. يعني عشان اتعلم اللسان الفصيح مفيش حد فصيح ففي المعجم، عشان اعرف شعر مفيش شعر، عشان اعرف ادب واخلاق وسلوك وتقوى وحسن تعامل مع الله عز وجل مفيش، فانا لازم اكتبه. ومفيش تقريبا انا كتبت الامه كلها، لان تقريبا معظم الجزء المحاكى المتمثل العايش اللي الناس تقدر تشوفه مش موجود، فانا اضطريت اكتبه. وعشان اتمثله من جديد فهضطر ايه؟ اقراه. هنا بقى هل ده كويس ولا وحش؟ احنا بنقول هو واقع ولا بد، هيحصل يعني هيحصل. طب في ممكن فايده؟ يعني احنا اللي قلناه ده شكله يعني ينكد شويه. طيب فين الفايده في ده؟ الفايده ان انت لو فعلت هذا حق يعني اخذته بحقه صرت في منزله افضل من الصحابه بشهاده النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟
في عندنا روايه وروايتين بيقولوا ده، ونص ثابت في النبي صلى الله عليه وسلم في حاله الامه المتاخر في اخر الامه. جرجيس اللي هو واحد من مقاتلي الروم اللي هو استدعى سيدنا خالد بن الوليد في اليرموك، قال لهم انا عايز اقابل سيدنا خالد. فينه؟ قال له انت النبي بتاعكم اداك سيف تحارب بيه ما تخسرش؟ فقال له لا. قال له امال ايه سيف الله المسلول دي؟ قال له لا انا سيف الله انا شخصيا. عشان كده بقولوا احنا ايه، هو خالد نفسه. خلاص باب الجهاد فين في البخاري؟ سيبه روح شوف خالد بن الوليد عمل ايه هتفهم الباب نفسه. فقال له لا انا سيف الله المسلول. فقال له طب وانت النبي بتاعكم كان عايز ايه؟ فقال له لا احنا كنا قوم، الحديث اللي هو كنا في جاهليه وشر وكذا وكذا وكذا، ثم امرنا بالتوحيد وكذا، شرح له الاسلام. فالراجل قال له طب بس خلاص كده انتوا خدتوا كله ايه؟ الله اكبر الله اكبر، خدتوا كل الفضل والسبق وكذا. قال له لا ده انتوا ممكن تبقوا احسن مننا. قال له ازاي؟ قال له احنا راينا ما على مثله امن الناس. يعني انت شفت النبي قدامك، شفت معجزات حسيه وشفت الوحي بيتنزل وكذا، اما انت ما شفتش حاجه خالص. فقال له يعني انا لو دخلت ممكن ابقى زيكم؟ قال له افضل. فانتقل في صف خالد بن الوليد فحارب في اليرموك ضد الروم وقاتل وقتل ولم يسجد لله سجده واحده، اللي هو ايه؟ سيدنا جرجيس ده، واسلم وحسن اسلامه. خلاص اللي هو نفس الوصف بس النبي بيعممه عشان يريح الايه؟ الاجيال القادمه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في محضر الصحابه، يقول من اعجب الناس ايمانا؟ مين احسن اكثر ناس ايمانهم غريب؟ فيقولون الملائكه. او هو الوصف كان جاء عام ان الناس ومخلوقات غير بني ادم يعني. فقالوا الملائكه الصحابه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ الملك ده اصلا مش خارجي. فقالوا له اذا نحن، او لا قالوا له اذا الانبياء الاول. فقال كيف لا يؤمنون وهم يوحى اليهم؟ قالوا له اذا نحن. فقال كيف لا تؤمنون وانا بين ظهرانيكم؟ يعني هو شايف النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا فمن يا رسول الله؟ يعني هو لا ما فيش لا ملائكه ولا انبياء ولا لا. قال قوم ياتون من بعد يجدون ايمانا مكتوبا في الكتب فيقرؤونه فيؤمنون به. ده صعب قوي. ليه صعب قوي؟ لان انا احدثك عن شيء انت لم تراه ولم ترى احد يتمثله ولا يفعله، فدي القراءة الوحيدة المفيدة. يجدون إيمانا مكتوبا في الكتب فيقرؤونه فيعملون به. فإيه؟ هو ده بس. فأنت المفروض تبقى الدايرة بتاعة القراءة مطلق القراءة ومطلق العلم. النبي صلى الله عليه وسلم عمل لك إيه؟ عمل لك دايرتين كده، قال لك لو اشتغلت بده واشتغلت بده كده أنت إيه؟ لو شيء يدل على الله عز وجل وكالقرآن وملحقات القرآن. فهي الفكرة في ان انت الانشغال، ان هو انشغال انا عايز اشتغل بالقراءة، بس القراءة ايه اللي فيها هدايا من الله عز وجل، اللي هي القراءة في دائرة الايمان. اقرأ ايمان فاعمل به فانجو ان شاء الله فالتحق بالصحابة، او اعمل عمل الصحابة فاصير اخد اجر اكتر منهم. حديث النبوي الحديث بيصح بالروايتين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ايه؟ المتمسك بمثل ما انتم عليه له اجر 50 منكم و50 شهيد منكم، والروايتين صحيح. اجر 50 شهيد من الصحابة المتمسك بمثل. طبعا مش هيتمسك بمثل الا لو عرف هم عملوا ايه، ولو مش هيعرف هم عملوا ايه الا ان هو يقرا الكتب اللي هي فيها الايمان، لان دي نقطه مهمه جدا، ان هو يقرا ايمان الصحابه مش هيقرا حاجه ثانيه. يعني يقول لك انا بقرا روايات يمكن الايمان يجي. ايوه ماشي الروايات يعني الادب ماشي، بس الادب ده ليه مساحه قد كده، والمفروض الباقي يكون ايه؟ الايمان. فهو ده هي دي الفكره، ان انا عايز ايه؟ ان انا اقرا الشيء اللي هو ايه يخليني اؤمن ده. فاجر 50 شهيد من الصحابه حاجه عظيمه جدا. حتى الصحابه قال يا رسول الله منهم يا رسول الله، لانه النبي قال ايه؟ اجر 50 شهيد منكم من الصحابه. فالصحابي قال له لا منهم يا رسول الله. قال لا منكم. فقال منهم يا رسول الله. قال منكم تجدون على الخير اعوان ولا يجدون. يعني هو الصحابي ده كان بيطلع بيروح يشتري خضار من السوق، ده صحابي اللي باع له، وبيروح يجيب لحمه، ده سيدنا الزبير كان فاتح مجزره في المدينه، وبعد كده بيروح اسمه الشرطه بيلاقي سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا علي لان ده كان قاضي وده كان حاكم، اللي هم دول الناس اللي كان عايش معاهم. فطبعا ده ان شاء الله ده عشان كده كان يقول ايه؟ يقول الجيل الاول لو ترك عشر ما يعلمه عن الانسان هلك، عن الاسلام هلك. يجي اجيال على الناس اللي يعمل بعشر اللي يعرفه نجا. ليه؟ عشان الوضع اللي احنا فيه دلوقتي، لانه هيعمل ازاي؟ يعني كل الناس اللي عايش معاها دي ويعمل تبقى مفاجاه ان هو يعمل، لان هو الموضوع عكس تماما. خلاص. فالشاهد ان الاهتمام، وانا مهتم بايه؟ انا المفروض اكون مهتم بايه؟ بالقراءه. ليه؟ بالقراءه المنجيه، قراءه الايمان، القراءه اللي تدل على الجيل الناجي، يعني مين هم عملوا ايه. عشان كده دايما احنا بنقول ايه يا اخوانا؟ واحد يقول هنا بقى يعني من باب طبعا تبشير الناس ده من علامات النبوه، فكره ان احنا ايه دايما يقولوا العالم يعني لا يضيق على الناس، يعني لا ييأس الناس او يقنطهم من رحمه الله عز وجل، ولا لدرجه ان يقول لهم ربنا هيرحمهم، لدرجه ان هم لا يعملوا شيء فيهلكوا. مجرد قراءه اعمال الصالحين مفيده ومش هنعمل بعمله، احنا بنقول مفيده. يعني واحد يقول لك ايه؟ طب يعني لو افرض قريت وما عملتش، يعني انت قريت هدي الصحابه عمر ابو بكر، حبيت عمر ابو بكر ولم تعمل بعمل، من رحمات الله عز وجل على هذه الامه ان هو ايه؟ برضه ده الجانب الايه؟ جانب الرحمه اللي في الشريعه، انه حديث سيدنا انس بيقول الحديث ده من ارجى حديث الاسلام، انه جه الاعرابي سال النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله متى الساعه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟
ماذا اعددت لها؟ فقال يعني ليس كثير لا صيام ولا صلاه ولكني احب الله ورسوله. فالنبي قال له ايه؟ ان المرء مع من احب او يحشر الرجل مع من احب. فسيدنا انس الراوي يقول ايه؟ يقول فاحنا يعني ما سعدنا بحديث الاسلام سعادتنا بهذا الحديث. ليه؟ يقول فانا سيدنا انس خادم النبي صلى الله عليه وسلم يقول فانا احب رسول الله واحب ابو بكر وعمر وان لم اعمل بعمله. فاحنا بنقول حتى القراءه عن الصالحين لو لم يعقبها عمل مفيده. ليه؟ تنجيك ان شاء الله. يعني انت تحب ابو بكر وعمر تحشر مع ابو بكر وعمر، تحب النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه تحشر معهم ان شاء الله. ليه؟ لاني دايما يقولوا ايه؟ دائما لو واحد حب واحد يميل يغلب على قلبي الانفعال ان هو يتمثل به، لدرجه ان هو حتى يتمثل به في غير الماثور. يعني النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه منهم عبد الله بن عمر كان يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم في اشياء مش من العبادات، بس ايه؟ لا يمتلك، لا يستطيع، ودي حاجه مغلوب اللي هنا الانسان بيبقى مغلوب عليه. يعني هي مش شريعه ولا حاجه، مش تشريع، مش الناس لا تتبعه في ده، لكن هو كان ايه؟ هو شاف النبي صلى الله عليه وسلم فما يقدرش. يعني هو شاف النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي فاتح قميصه في الشتاء سيدنا عبد الله بن عمر، فاذا سئل فقال رايت رسول الله فعل ذلك. مش قادر. طب هو ينفع يقفله والجو برد؟ ينفع، بس هو مش قادر. فهو الواحد لما يقرا سيره النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه هو اصلا يعني لو ما عملش حاجه هتبقى مفاجاه. ليه؟ قلبه اللي عمال ينفعل باحاديث الرجل ده وعبادته وتقواه وتعامله مع القران وبتاع. عشان كده احنا بنقول سيره الصالحين سواء كده او كده مفيده. لو ما عملش ودي هتبقى مفاجاه هتنجيه بحب هؤلاء الصالحين. لو عمل وده يبقى المهم جدا ان هو ايه؟ ان هو يعمل. خلاص تقعد تحركوا لغايه ايه؟ ما يتمثل افعالهم فيعمل فينجو. عشان كده الامام ابو حنيفه رضي الله عنه كان يقول ايه؟ لما حد يدخل اليهم بيتكلموا في سير الناس يقول لك فلان فعل وكذا في ايمان واخلاق وهدي وبتاع، فيقولوا احنا جايين ايه؟ نشتغل فقه، عايزين ايه؟ فكان سئل الامام ابو حنيفه يقول ايه؟ حكايات القوم اللي هم مين؟ اللي هم مولانا الصالحين برضه. والامام ابو حنيفه كان من الطبقه، يعني هو من الصحابه والتابعين هو من تابعين. فالامام ابو حنيفه وقد يكون من تابعين والله يعني، لكن هو من ثلاث طبقات يعني المفضل. فكان الامام ابو حنيفه يقول ايه؟ حكايات القوم احب الينا من كثير من الفقه لانها علم القوم واخلاقهم. يعني انت عايز تقرا ليه فقه؟ عشان تشوف العمل. طب انا هجيب لك واحد بيعمل جاهز. لما اجيب لك انا سيره خالد بن الوليد ده قلب انفعل بهذا وهكذا في الصلاه والقيام وبقيه اعمال ايه؟ اعمال الايمان او اعمال الصالحه.